أرمان. ايه يا جماعة أرمان؟ شو أول ما خطر ببالك لما بتسمع بهالاسم؟ تحية طيبة؟ تابعوا هالفيديو لنشوف شو خطر ببالكم. نعم سرى طيف منى وفرقني، والحب يعترض اللذات بالآلام. لولا الهوى لم ترق دمعا على طلل. اغلب السوريين وبالاخص الحلبيه بيخطر ببالهم الكذب ارمان، بس اللي ما رح تتوقعوا انه هو اسم لمدينه سوريه. اكيد عرفتوا عن انه مدينه عم نحكي. ملكتم فؤادي بشرع الهوى، من ملكتم فؤادي. أرمان هو أحد أسماء مدينة حلب، وقد ورد ذكر حلب في رقم مملكة إبلة باسم أرمان في عهد ريموش في الألف الثالث قبل الميلاد. وإذا رح نحكي عن حلب بتوقع بدنا ساعات وأيام ما بنخلص. بالمختصر لما بتسمع اسم حلب رح يخطر ببالك الطرب والأكل الحلبي على أصوله، عداك عن الصناعات والآثار الموجودة بهالمدينة. وهي مدينة في شمال سوريا، وهي مركز محافظة حلب التي تعد أكبر محافظات سوريا من ناحية تعداد السكان، كما أنها تعتبر العاصمة الاقتصادية لسوريا. درب حلب ومشيته كله شجر زيتوني، كله شجر زيتوني. يا لملي أمان، يا لملي، يا لملي أمان، يا لملي. وتقع شمال غرب سوريا على بعد 310 كيلومتر عن دمشق. وفي العصر العباسي برزت حلب كعاصمة للدولة الحمدانية التي امتدت من حلب إلى الجزيرة الفراتية والموصل. تنعد حلب واحدة من أقدم المدن المأهولة بالعالم، وثاني أقدم المدن السورية بعد العاصمة دمشق، وذلك منذ بداية الألفية السادسة قبل الميلاد. ويظهر ذلك في أول ذكر لحلب في الألواح المسمارية المكتشفة في مملكة إبلة وبلاد الرافدة. سمرة دلالي البنيت ولا العذاب كله عليا. ويا سلام يا سلام يا سلام ويا سلام. انطرونا بالفيديوهات الجاية لنعرفكم عن مناطق جديدة. نتمنى تشاركوا هالمعلومات لتصل لكل محب لسوريا. كنت معكم أنا مصطفى سكيت من فريق العمل لمنصة سوريا حلوة يا بلدي.